في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من كوكب العجائب. معكم فيروز وفراولة. في البداية نود أن نشكركم شكرا جزيلا على رسائلكم الجميلة التي قررنا أن نقرأها معكم لتشاركونا سعادتنا بها. هذه رسالة من فرح. أنقذوني! ما بك يا فيروز؟ نملة يا فراولة، نملة كادت أن تصعد على يدي. ها هي واقفة أمامك وتنظر إلي. هذه نملة يا فيروز، مجرد نملة. لا، من الممكن أن تقوم بعضي. انظري، هناك واحدة أخرى جاءت تقف بجوارها. لا. لا 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 لا، أنا لا أستطيع الاستمرار في الحلقة. لا 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 لا. يا فيروز، إنهما ليستا سببا لكل هذا الخوف. انظري إليهما، كم هما جميلتان. لاحظي معي، يبدو أنهما تتحدثان. أنا متأكدة أنهما تتفقان. كيف ستهجمان علينا؟ لا 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 لا. ليتنا كنا نستطيع سماعهما حتى تتأكدي أنهما لا تعيراننا اهتماما أصلا. أعتقد أنهما تبحثان عن طعام. سيدنا سليمان عليه السلام فقط هو الذي أعطاه الله القدرة على سماع كلامهما وفهمهما. ماذا تعتقدين لو أن واحدة منهما تقول أنا جائعة أو عطشانة أو أريد أن أنام؟ كيف ستقول ذلك؟ ما رأيك أن نكتشف؟ انظري إلى فميهما، هل يتحركان أم أنهما تحركان أيديهما وأرجلهما كلغة الإشارة؟ ما هذا؟ أين ذهبت فيروز؟ هل كنت أحدث نفسي؟ فيروز! فيروز! عجيب عجيب عجيب. كوكب العجائب. الحائز على المركز 23 في إتقان اللغة الزركونية الطالب سفرود كتكوت ملخبطود، فليتفضل لاستلام الشهادة. شكرا جدا يا أستاذة زركونة. أنا في منتهى السعادة بعد أن أنهيت دراسة اللغة الزركونية. شكرا لكم على كل جهودكم معنا. لا شكر على واجب يا سفرود. ألو فراولة، فيروز، هل سمعتم اسمي؟ لقد كرموني وأعطوني شهادة تقدير. لقد حصلت على المركز 23. نعم يا سفرود، لقد سمعتك. ألف 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 مبروك يا سفرود. ليت فيروز معي الآن، هاربة من النملة. ولكن لحظة، ما حكاية المركز 23 هذا؟ هذا شيء جيد يا سفرود. طبعا، فالمراكز 19 الأولى لم يحصل عليها أحد. لقد تركوها شاغرة. كوكب العجائب فعلا. ادعوا لي، فبعد قليل سألقي كلمة وأنا خائف جدا. لا يا سفرود، لا تقلق، فأنت ممتاز. لكنني حائر، أقول 75 صفحة التي كتبتها كلها أم أقول 74 صفحة ونصفا فقط؟ ما كل هذا يا سفرود؟ هل ستقرأ لهم كتابا؟ قل كلمة بسيطة حتى تكون مؤثرة وكي لا يصيبهم الملل. دعنا الآن من ذلك. نسيت، يجب أن تبدأ فقرتك الآن حتى تعلم كل من يسمعنا جملة من اللغة الزركونية التي أتقنتها. هيا بنا، رددوا معي. زركونيكا زركو شوفو زركو كيكو زركو فوفو زركانولو زركو ماهي زركو كيكو. ما هذا يا سفرود؟ ما معناها؟ تعني أهلا. يا خبر، كل ذلك حتى أقول أهلا، لكن لن أستطيع نطقها. حسناً، انتظري لحظات، فلحسن الحظ يمر بالقرب مني شخص من الممكن جداً أن يساعدك. أستاذ لسان، يا أستاذ لسان، كيف حالك؟ أهلا يا سفروت، ألف مبروك التخرج.
هذه فرصة عظيمة لأعبر لك عن شكري الجزيل على نصائحك وشرحك الرائع يا أستاذ. عفوا يا سفروت، لكن إياك أن تنسى مراجعة ما قد درسته. حسناً يا أستاذي، هل من الممكن أن تشرح لفراولة وأصحابنا مستمعي برنامج هيا كيف يقولون أهلاً باللغة الزركونية؟ نعم بالتأكيد، الأمر بسيط. قولوا معي: زركونيكا زركوشوفو زركوكيكو زركوفوفو زركانولو زركوماهي زركوكيكو. هم يحتاجون إلى تبسيط أكبر يا أستاذ لسان، يحتاجون إلى نصائحك الذهبية في تعلم اللغة الزركونية. مفهوم يا سفروت، لكن في الحقيقة وقتي مشغول جدا، فأنا كما تعلم بجانب كوني أستاذا في قسم اللغة الزركونية فأنا مسؤول عن خروج أصوات معينة مثل صوت حرف التاء والطاء والدال واللام والنون وغيرها، ومن دوني لن يعرف أحد كيف يتكلم. هل يعني ذلك أن النملة ليس لها لسان ولذلك لا تتكلم مثلنا؟ سؤال ذكي يا فراولة. النملة ليس لها لسان مثلي ولذلك لا تتكلم مثل الإنسان، لكن هذا ليس السبب الوحيد، فالكلام عند الإنسان له أسباب عديدة خلقها الله عز وجل، أهمها العقل الذي يمكنه من التعلم وتقليد الأصوات والحروف والكلمات، ومع كل كلمة نريد نطقها يعطي المخ أمرا للسان والحنجرة والفك والأسنان والشفتين ليتحركوا معا بتوافق ويخرجوا صوت الكلمة. يا إلهي، كل ذلك من أجل كلمة واحدة؟ سبحان الله! لكن النملة تتكلم أيضا بطريقة مختلفة، أليس كذلك؟ بلى طبعا، النمل له لغة خاصة به. ما الأمر يا أستاذ لسان؟ لماذا تتلوى هكذا؟ هل أنت بخير؟ لا تقلق، لقد استيقظ حسونة وبدأ يتكلم. حسونة؟ من هو يا أستاذ لسان؟ حسونة هو الإنسان الذي أنا لسان. عجيب عجيب عجيب. كوكب العجائب. أهلا بكم أصدقائنا مرة أخرى، والآن موعدنا مع فقرة ستحبونها، إنها مفاجأة قد أعدها فريد من أجلكم. أهلا